في نهار رمضان بنلاقي البيوت كلها عامرة بالقرآن، كل واحد تلاقيه مشغل صوت الشيخ اللي بيحب يسمعه، سواء على القنوات الفضائية أو الكمبيوتر أو الموبايل أو الساوند سيستم. لكن زمان كان الوضع مختلف، لأن ما كانش فيه غير الإذاعة واللي كانت بتتعاقد مع المقرئين للتلاوة أمام الميكروفون خلال شهر رمضان. وفي الستينيات رصدت الإذاعة مبلغ 2800 جنيه للقرآن في شهر رمضان، فاختارت من بين 50 من قراءها 14 مقرئ لتلاوة القرآن في شهر رمضان. وقالت الإذاعة إنها اختارتهم وفقا لرغبات المستمعين، وإن اختيارها مش معناه إن المقرئين الباقيين ما ينفعوش لترتيل القرآن، ولكن لأن المختارين عندهم شهرة كبيرة جدا خلت الناس تبعت للإذاعة طلبات لسماعهم. وفي الأيام دي كان الأغنياء والناس الأكابر كانوا بيتفقوا مع المقرئين المشاهير عشان يتلوا القرآن في بيوتهم في شهر رمضان مقابل أجور مرتفعة. وعشان كده كانت الإذاعة بترفع أجور المقرئين بنسبة 25% عن أجورهم المعتادة. ومن المواقف الطريفة في موضوع أجور المقرئين، كان الشيخ مصطفى إسماعيل بياخد من كل إذاعة ليه 27 جنيه، ولما يجي ياخد الشيك من الإذاعة يجي حد يوشوشه ويقول له إن ده أكبر مبلغ ياخده مقرئ فما تقولش لحد. لكن في الحقيقة إن نفس الوشوشة دي بتتكرر مع مقرئين تانيين. أما بقى عن باقي أجور المقرئين، فكان الشيخ الفشني بياخد 25 جنيه، والشيخ محمود البنا وأبو العينين شعيشع 10 جنيه. أما بقى أجر الشيخ الحصري فكان 8 جنيه. وكانت الإذاعة بتصرف لورثة الشيخ محمد رفعت 15 جنيه عن إذاعة كل تسجيل في رمضان. وكده أنا خلصت معاكم حكاية النهاردة، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسلام.